مشروع طيور الزينة ده مشروع فاشل. هواة كتير جدا قالت الجملة دي وقالوا إن هم خسروا فلوسهم في العصافير. طب ليه الهواة دي قالت كده؟ لما جم يخشوا مشروع تربية طيور الزينة كانوا بيفكروا بطريقة من طريقتين، يا إما إن هم هيشتروا عصافير صغيرة ويبدأوا إن هم يكبروها لحد ما تبقى عصافير شغالة ويبدأوا إن هم يبيعوها ويكسبوا فرق السعر، أو إن هم يجيبوا عصافير شغالة منتجة ويبدأوا بقى إن هم ينتجوا ويطلعوا إنتاج ويبيعوا الإنتاج والدنيا تمشي معاهم وتلعب معاهم. دول لما جم يفكروا فكروا في المكسب بس، وبرضه دول لما جم يفكروا فكروا في المكسب بس. لو جينا نبص على الفكرة الأولانية، إنك تجيب عصفور صغير وتربيه لحد ما يبقى شغال تبدأ إن أنت تبيعه أو تنتج منه، أنت ما فكرتش لو العصفور دوت تعب أنت هتعمل إيه؟ أنت ما فكرتش إزاي إن أنت تأسس العصفور ده أصلا لحد ما يبقى عصفور شغال. أنت ما فكرتش إيه احتياجات العصفور ده علشان ينتج عندك. طب لو جينا نبص على الناحية التانية، اللي جاب عصافير شغالة، أنت أصلا ما كنتش عارف تختار عصافير صح، ما كنتش عارف تنقي عصفور صحته كويسة علشان يبدأ ينتج معاك. ما فكرتش إزاي إن أنت هتتصرف مع العصفور دوت لما يحصل مشاكل في الإنتاج، لما يحصل افتراس، لما يحصل ضرب، لما يحصل إن البيض يطلع فاضي، أو يحصل إن العصفورة تكسر البيض. كل المشاكل دي أنت ما عرفتش إزاي إن أنت هتحل المشاكل دي لما تقابلك. فأنت دخلت مشروع غلط. أنت دخلت بصيت لنقطة التسويق ونقطة المكسب وما بصيتش الأول إزاي إن أنت هتدير المشروع وإزاي إن أنت هتتعامل مع العصافير. فده اللي خلاك خسرت في مشروعك، لأنك أي حد داخل أي مشروع هو مش فاهم إزاي إن هو هيشتغل في المشروع ده، أكيد إن هو مش هينجح، لأن هو ما عندوش المقومات والأساسيات اللي هو يبدأ من خلالها يتعامل علشان المشروع ده يكبر وينجح معاه. هات عصافير الأول تتعلم فيها، خد خبرة، اسأل واحد واثنين وثلاثة علشان تقدر إن أنت تلاقي المعلومة الصح. في هواة برضه بتخش الهواية بيبدأ إن العصفور يتعب معاها، يسأل ده ويدي علاج ويسأل ده ويدي علاج ويسأل ده ويدي علاج، والعصفور اللي تعبان أصلا لا ده شخصه صح ولا ده ولا ده، وفضل ياخد في أدوية كتير لحد ما العصفور كبده اتبهدل والعصفور مناعته قلت أكتر من كتر الأدوية اللي هو أخدها. فبدل ما هو يعالج العصفور ضيع العصفور منه. فلازم إن إحنا نتعامل صح ونبدأ إن إحنا نفهم الأول إزاي نتعامل مع العصافير علشان نقدر نكسب من الهواية الجميلة دي.